هذه مباراة الدور الربع النهائي في كأس خادم الحرمين الشريفين. طبعا اليوم راح نتوقع كل المباريات. نبدأ من المباراة الأولى، مباراة الخلود والخليج. مباراة قوية حتكون بين الخلود والخليج. طبعا أغلبكم راح يقول الخليج، لأن الخليج سجل 4 على الاتحاد والخليج قاعد يقدم مستوى. أنا ما قلت الخليج ما قاعد يقدم مستوى، الخليج قاعد يقدم مستوى. بس تخيلوا إيش صار. نادي الخلود انتصر على نادي الخليج بثلاثية. تخيلوا يا جماعة الخير، بثلاثية. كرة القدم معطيات، كرة القدم تفاصيل صغيرة. ما يهم إذا فزت آخر 20 مباراة ولا آخر 5 مباراة ولا آخر مباراة فزتها، حتواجه أندية كبيرة. يعني في الدوري السعودي شفنا أندية كنا نعتبرها من أندية الوسط طلعت أندية كبيرة وطلعنا للعيبة. يعني الخليج كان مبدع مبدع مبدع، اليوم خسران من الخلود بثلاثية، والخليج خارج كأس الملك. نروح للمباراة الثانية اللي راح تكون بين الاتحاد والشباب. بالنسبة لي هذه أفضل مباراة راح تلعب، مباراة حماسية، مباراة بين ناديين كبيرين، مباراة راح تكون قتالية 90 دقيقة، مباراة مليانة أهداف. بس بالنسبة لي أشوفها اتحادية. لا يغركم إنه إحنا خسرنا بالأربعة وذا، لا لا لا، بنفوز بنفوز. احنا دائما نسمع انه الفوز يعطي حافز كبير للعيبة عشان يقدموا مستوى، احنا الخسارة تقدم لنا حافز كبير انه نقدم. اتمنى من اي شخص ضايفني على التيك توك او في اي منصه اخرى يضيفني في البرنامج الاحمر، نبى نوصل 1000 مشترك باسرع وقت، الرابط في البايو. نروح للمباراه الثالثه واللي برضو راح تكون مباراه كبيره بين الهلال وبين الفتح. اخر مباراه بين الهلال والفتح حصلت مشاكل كثيره، مشاكل تحكيميه، بلنتي من هنا بلنتي من هنا، فاول من هنا، اخطاء تحكيميه. مباراه راح تكون كبيره. نادي الفتح من الانديه اللي تقارع الكبار، من طينه القادسيه، من طينه التعاون، من طينه الشباب، وعندهم لاعبين على مستوى. بس انا اشوفها هلاليه. الهلال راح يفوز وبفارق كبير، يمكن برباعية او بثلاثية. واخر مباراة عندنا في القائمة مباراة الاهلي والقادسية اليوم. هذه مباراة اهداف، هذه مباراة مهاجمين، انا اشوفها اهلاوية.